السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس مهم جدا جدا من دروس البراندات. هو ليه بنقول ان الداخلي هنا الخواجة عملوا بلاستيك؟ هو طبعا في ناس عملته نحاس، معايا ناس عملته نحاس. طب السؤال معلش، هو ليه الخواجة عملوا بلاستيك؟ واحد بيقول لك ايه النحاس افضل، جميل جدا. احنا دايما لينا حاجة اسمها مرجعية، ليه اسم حاجة اسمها مرجعية. نرجع للشركة الأم دايما لما نحتك من أمر صنعة، نرجع للشركة الأم. طبعا الشركة الأم بتاعت أصل شيك بالف يورك الإيطالية. يورك الإيطالية دي، طبعا إيطاليا دي عمالقة السباكة في العالم، مش عايزين نختلف عن الموضوع ده. كلمة إيطالي يعني معناها عملاق سباكة في العالم، حلو كده؟ لما نحتك نقول ليه عامله تايلاند عملت نفس الشغل وبدقه عاليه جدا وتفوقت في شغلها تايلاند، تمام؟ او عملت نفس البراعه بتاعت الايطالي، نفس البراعه، تمام؟ هنتكلم نفس البراعه بالظبط بتاع الايطالي يورك. ليه عملت البراند العالي ده؟ وليه عامله ده بلاستيك؟ الله، طب هي مش قادره تعمل بتاع ده نحاس؟ قادره تعمله نحاس، طب ما عملتوش نحاس ليه؟ اسال نفسك. في حاجة اسمها قلنا عليها قبل كده المطرقة المائية، المطرقة المائية، وفي هنا جوان. فالنهارده ليه معمول سوستة وليه معمول جوان؟ وليه ممنوع اركب شباك في بوابة في الموتور؟ ممنوع قولا واحدا، ممنوع. ليه؟ لأن النهارده عندك المطرقة المائية اسمها مطرقة. لما بتنزل مطرقة ايه اللي بيحصل؟ الردة دي لازم تسبقها سوسته، تقفل بسرعه. يقول لك اقفل بسرعه عشان المطرقه جايه، اقفل بسرعه لحسن المطرقه جايه، المطرقه جايه اقفل بسرعه، الموتور فصل اقفل بسرعه، البالون خلاص اتعبت على الاخر، اقفل بسرعه، اقفل بسرعه. ليه؟ المطرقه المائيه لو جت ورزعت جامد في الشيك بالف هتكسره. فهو عامل لك دي بلاستيك ليه؟ عشان تستحمل وتمص الصدمات. اما دي بتعمل ايه؟ بتبقى طبعا اسمها ضربه نحاس على نحاس، فبتاثر الى حد ما. عمرك ما تشوف شركه يورك الايطاليه عامله الداخلي ده نحاس. ليه؟ الناس دي مذاكرين، الايطاليين دول مذاكرين. انا قعدت معاهم وجم بيتي وتعازموا بيتي مع باشمهندس محمد فرماوي، تمام؟ الناس دي مذاكرين بيعملوا ايه؟ الناس دي مذاكره بيعملوا ايه بالظبط. مش بيعملوا كده وخلاص، لا، بيعمل اختبار ومعمل اختبار وشغلانه طويله عريضه. وذلك هم لما اشتغلوا في البولي التورو، تمام؟ هم لما اشتغلوا في البولي التورو، البولي ده يا جماعه مدروس. البولي التورو ده مدروس، يعني شغل 10/10 مدروس ايطالي، مدروس شغل مش اي كلام. وذلك دايما بعمل اسمها تتبع البراندات. ما بقولش البراند، انا بقولش البراند، ركز في كلمه البراند. تتبع مدرسه سامي جد الله للبراندات. لما يكون عندي حاجه براند درجه اولى زي كده اقول لك خليك في البراند ده. طب يا حاج سامي لو انا جبت يورك، طب يورك ماله؟ بس خلي بالك برضو في حاجات عندنا بتبقى فيها شغل عالي موازي للبراند التاني، تمام؟ لكن ما نزلش بمستوايا للحضيض للصيني المضروب الزباله المكتوب عليه ميد ان ايطالي، وهو طبعا صيني زباله، سواء في الشغل العادي او في البيكس، ومضروب مكتوب عليه ميد ان ايطالي، وهم كدابين ونصابين طبعا. اي شغل ان كان موتور مكتوب عليه ميد ان ايطالي هو نصابين، اوتوماتيك مكتوب عليه ميد ان ايطالي ونصابين، تمام؟ قطع السباكه مكتوب عليها ميد ان ايطالي ونصابين، بيكس مكتوب عليه ميد ان ايطالي ونصابين، والكلام ده كله موجود مغرق السوق. وذاك بقول لك تتابع البراندات ليه؟ عشان لما تكلمني في التليفون ما اقعدش كل شويه اكتب لك اسمه 5 قروش منين، 7 8 قروش منين، ده انت اقعد بقى نعجن مع بعض على الصفحه قد كده، وانا ما عنديش عينين ولا دماغ يا عم الحاج اقعد اكتب لك 100,000 كلمه. عشان كده بقول لك كلمني اعرف انت فين ومنين ونظامك ايه وتشتري منين واقرب مكان ليك ايه واسمه ايه وروح اسمه كذا ايه، اوفر لي واريح لي. انما اقعد اكتب لك
وتكتب لي، اكتب لك وتكتب لي، واللي بعده اكتب لك. تخيل جالي 50 تعليق، وكل تعليق عايز سؤال، اكتب بقى ال 50 تعليق في فيديو واحد ارد عليهم كلمات. عشان كده بقول لك كلمني، عشان وجع القلب الله يبارك لكم. الواحد مش قد وجع القلب. فالنهارده بتكلم بقول ايه؟ تتبع البراندات المدروسه. فلما اتكلم معاك على براند مدروس، كل حاجه ليها مدروسه. ده ايه؟ بوصه ونص، معمولين من جوه براند ايه؟ بلاستيك. بس مش بلاستيك بقى، بلاستيك مش بلاستيك، لا بلاستيك براند. مش عايز اطول عليكم، لكن الموضوع يا جماعه اسمه تتبع مدرسه سامي جد الله للبراندات. انا مش راجل ركيب ولزيق واجيب الصندوق صفيح والطع واجيب الدبلتين والطع، لا. ما دي مصيبه كل اللي دخلوا في الصنعه ومش شغلتهم. راح جاب بي ار وسخن المكنه. هل ده عيب بي ار؟ لا طبعا. ولو جاب اي بولي في الدنيا هيعمل فيه المصيبه دي، المصيبه السوداء دي. اتفرج يعني. عباره عن بص القلب حتى مش داخل. بص القلب عامل ازاي؟ بص القلب، بص عشان بس تعرف اللي انا فيه، تعرف الهم اللي انا فيه. شاحط اللي داخله بتاع القلب شحطه. بص عامله ازاي؟ شحطه. يعني معناها 65 شقه بيتغذوا من دي. اتبع الفيديوهات هتشوف مصايب سودة في البرج اللي عملته من ورا السباكين. ويقول لك عم سامي بيتعصب ليه؟ عشان في منهم والعياذ بالله ناس وبينقضوني. اخرهم الجدع بتاع الكويت السافل، الجدع بتاع الكويت اللي عملت له حظر السافل، السباك. بقول السباك، بقول الواحد بس، واحد كان داخل في التعليقات مع محمد عباس السافل قليل الادب. رحت عامل له حظر، ومحمد عباس شاف التعليق وما ردش عليه. ما علينا. بص المنظر. والنهارده جاي لي سؤال من الكويت، اقسم بالله العظيم ورب الكعبه والله تبطل جمعتي، جاي لي النهارده سؤال من الكويت مش عارفين حله. قلت لهم على حله من الكويت، واحد من سباكين الكويت من ضمن. واي حته بيسالوني الحمد لله. مش عايز اقول لكم على البلاوي السوداء اللي هتحصل في البرج ده، بس اتبع البلاوي السوداء عشان تعرف البراندات. مش عايز اقول لكم الفيديو طال. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع مدرسه سامي جد الله، افضل براندات في العالم معاك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا كتير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.